بسم الله. ينسون عشان يومنا طويل شوية. الورقة والقلم. فين القلم؟ الورقة والقلم يعني أكتر حاجة مستهونين بيها، ممكن تحللك مشاكل أكتر مما تتخيل، وبجد أكتر حاجة بنستهون بيها بتطلع أكتر حاجة مهمة في الآخر. مش عارفة ليه. إزاي بقى ممكن ورقة وقلم بجد بجد يفرقوا في حياتك؟ وقصدي يفرقوا في حياتك إن هو يحللك مشاكل، يعني حاجات زي الأوفر ثينكينج، حاجات زي القلق والتوتر، حاجات زي الكركبة الموجودة والدوشة اللي موجودة في دماغك. حاجتين بس أنت ممكن تحلها. هي مش هتحللك كل المشاكل، هي هتحللك هنقول 50% من المشاكل. لما انت تيجي تكتب افكارك على ورقه وقلم، حتى لو انت هتشخبط، حتى لو انت هتهبل في الكراسه، بس المهم ان انت طلعت افكارك بره دماغك. لان دماغنا مش مصمم ان هو يخزن معلومات، دماغنا مصمم ان هو يفكر ويبدع. بس علشان يفكر ويبدع محتاج مساحه علشان يفكر ويبدع. طب وعشان نديله المساحه دي، كل يوم بيجي في بالنا مليون فكره، في الدقيقه الواحده بتيجي بجد افكار رهيبه. هو فعليا انت قاعد كده في صمت كده، هم ثانيتين بس تلاقي دماغك طلع ب50 فكره. مش مطلوب من الافكار دي ان هي تكون مخزونه في دماغك، مطلوب من الافكار دي انها تطلع بره، حاجه تطلع بره وتشم نفس كده، يعني حرفيا يعني بجد. بس وتشخبط حرفيا. هو ده بقى الجورنال. الجورنال هي أداة علشان تعبر فيها عن أفكارك ومشاعرك، وانت حاسس بإيه، وانت عايز تخطط لإيه. يعني مش بس ان انت تكتب انت حاسس بإيه او تكتب أفكارك، ولكن انت كمان عشان تخطط لأي حاجة. علشان كده بيبقى فيه كذا نوع من أنواع الجورنال، بس الهدف الأساسي ان الجورنال هي أداة علشان تفرغ أفكارك، تطلع أفكارك بره. لازم ان هو يطلع بره، لازم يكون في منفذ. بدليل مثلا ان انت لما يكون في حاجه مضايقاك، فبتقوم تحكي لحد صاحبك قريب قوي، فبتحكي له حصل كذا وكذا وكذا وكذا، تحس ان انت طلعت بجد كل افكارك وكل مشاعرك. نفس الفكره بالظبط، بس يعني الناس كده يعني مش هتقعد كل شويه تقول لكل حد انت حاسس بايه والكلام ده، لانه يعني كل واحد عنده مشاكله. فانت علشان تعرف تنظم افكارك وتفضي الدوشه اللي موجوده في دماغك، انت لازم يكون عندك سيستم علشان تعمل ده، والسيستم بتاعك هو الجورنال. تمام. دلوقتي السؤال بقى هو ايه الفرق ما بين الجورنال واليوميات اللي هي الدايري والبلانر؟ يعني بجد في مسميات كده متشابهه. البلانر هو شبه ده كده. انا شخصيا مش بحب البلانر بصراحه، يعني انا مش بستخدمه حتى فاضي، يعني حتى هو فاضي، يعني بجد انا مش بكتب فيه كتير. حرفيا بكتب مثلا تو دو ليست او حاجه، لان البلانر بيديك زي استنباط جاهزه انت بتعبيها. والمشكله ان الاستنباط دي حد تاني مصممها، مش انت مش حاجه كاستمايزد او حاجه مخصوصه ليك. فانا مش بحب كده بصراحه، يعني بحب يعني يكون حاجه ليا انا عاملاها، لان انا الوحيده اللي عارفه اللايف ستايل بتاعي. هي بس تخطيط فقط، يعني مش ان انت تعبر عن افكارك بس، تستخدمها ان انت تخطط ليومك او تخطط للشهر او كده بس. لكن انت تعبر عن افكارك ومشاعرك وتنظمها وتكتب كل حاجه جواك، فدي مش وظيفه البلانر خالص. تمام. انما اليوميات هو ان انت بتوثق يومك، يعني مثلا اليوم خلص او خلال اليوم يعني نفسه، فانت بتقوم كاتب حصل كذا كذا في يومي، والله حصل موقف كذا كذا، وجبت كذا كذا، واشتريت كذا كذا، او حد عمل معايا مثلا كذا كذا. بس انت بتوثق يومك. انما الجورنال بيركز عليك انت. الجورنال بيركز على افكارك ومشاعرك، وانت حاسس بايه، وانت نفسك في ايه، وان انت كل حاجه جوه انت بتطلعها في ورقه وقلم. فده المكان بتاعك، هو ده السيف سبيس بتاعك، ليك لوحدك، محدش ليه حكم عليك، ده بتاعك انت، خاص بيك انت. فانت اكتب كل حاجه، يعني عايز مثلا تشتم في الشخص الفلاني اشتم، يعني عايز ان انت تكتب اي حاجه حتى لو عبيطه، حتى لو اي افكار جت في بالك كده تكتبها هنا، يعني ده بتاعتك انت بس. انا دلوقتي ازاي ابدا في الجورنال؟ هو الموضوع مش يعني مش مستاهل اي حاجه خالص. هات ورقه وقلم، يعني هات كراسه كده اشتريها، دي كراسه مخططه على فكره، يعني بجد مش البلانر او مش الجورنال. في انواع جورنالز كده اللي هو بتبقى منقطه وفي مربعه. بس انت لو ما لقيتش، انا شخصيا على طول بجيب اللي بلاقيه في وشي بصراحه، يعني المهم ان انا اعبر عن افكاري. ف كراسه عاديه خالص وقلم، وابتدي اكتب، شخبط بجد، شخبط حرفيا يعني شخبط. هدف الجورنال هو ان انت برضو تتعرف على نفسك اكتر، من خلال انت من كتر ما بتكتب عرفت النمط بتاعك. يعني مثلا انت لما بتيجي تزعل بتعمل كذا كذا، لما بتيجي تتوتر بتعمل كذا كذا، بتقعد مثلا على الموبايل كتير او بتتفرج حاجه، تعمل اي نشاط بتحبه مثلا. يعني فانت عرفت انت نمط تفكيرك عامل ازاي، شخصيتك عامله ازاي. فانت بتتعرف على نفسك واحده واحده من خلال الجورنال. علشان كده في كذا نوع من انواع الجورنال، انا همنشنهم بشكل سريع خالص، ولكن لو حابين ممكن اعمل عليها فيديو تاني، فاكتبوا لي تحت في الكومنتس. في ناس بتقسمهم كذا طريقه، انا هقسمهم بالطريقه اللي انا شايفاها بصراحه. اول حاجه الكراسه اللي هي الجورنال العاديه خالص، اللي هي ان انت تكتب افكارك زي ما قلت. بس كده، يعني تقعد تكتب 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 بس كده. كل بقى الجورنال ده او كل كراسه تملاها، هو ده الجورنال بتاعك. تمام. ده الاساسي. في نوع تاني
وهو حاجه اسمها البوليت جورنال، وده اللي انا بستخدمه بصراحه. يعني ده بتاعنا مش جورنال بس. البوليت جورنال ممكن نقول كده انت تدمج البلانر مع الجورنال في مكان واحد. هو عباره عن بلانر مع جورنال، فانت بتخطط وفي نفس الوقت ليك مساحة إن أنت تكتب وتعبر عن أفكارك، وبالتالي كل حاجة بتبقى موجودة في مكان واحد. وعامة لو حابين أعمل موضوع عن البوليت جورنال فاكتبوا لي برضه في الكومنتس تحت. وده بالنسبة لي أهم نوع بصراحة. البوليت جورنال بيبقى كل حاجة موجودة في مكان واحد، من تخطيط، من أفكار، من كل حاجة بجد. فانت مش بتحتار بقى وتلف الدور وانت كتبت الفكره دي فين وكده يعني. فانا بالنسبه لي البوليت جورنال اساسي قوي. في انواع بقى جورنالز ثانيه، زي مثلا في ناس بتعمل حاجه اسمها قران جورنال. انا عاملاها بصراحه ديجيتال، مش عاملاها فيزيكال يعني، بس انا ناوي اعملها فيزيكال هتبقى احسن. فكل فكرتها هو ان انت بتكتب مثلا ايه او حديث عجبك او كده، بتكتبه وتكتب بقى بترفلكت، يعني بترفلكت ان انت بتكتب افكارك عن الحاجه دي. في نوع تاني هو الارت جورنال، ده كان جورنال عندي، ده ارت جورنال. الارت جورنال هو ان انت بس حاجه كده ابداعيه صرف، يعني ان انت ايه بت بتقعد تبدع بقى يعني ما كانتش ارت جورنال قوي، بس كان فيها ايه شويه ابداع يعني. فانت مثلا بتجمع ورق قديم او بتجمع فواتير مثلا وتقوم لازقهم مع بعض تعمل شكل جمالي من حاجات ملهاش لازمه لوحدها، فاهمني؟ ده اسمه برضو جانك جورنال. لو انتوا تسمعوا، انا هحط لكم صور برضو فيها عشان يعني تكون عندكم فكره. ولو كتبتوا في بنترست برضو ارت جورنال او جانك جورنال هتلاقوا افكار احسن من كده. الكورس دي على فكره كنت عاملاها بنفسي، حتى في خيوط وكده هتلاقوها يعني ايه بايظه خالص عشان علشان كان اول مره او تاني مره اعمل حاجه زي كده، اعمل الجورنال بتاعي عاملاه بنفسي وكده، فانا فخوره قوي بيه. انا بحب قوي الجورنال ده. وهكذا بقى يا اخوان، يعني في كذا نوع، بس انا حرفيا يعني هو مستخبين تحت السرير، فانا مش هطلعهم دلوقتي. اشرب ينسون تاني. انت ممكن بقى تقعد تخترع في جورنالز. يعني انت مثلا محتاج جورنال عن، هنفترض ان انت صانع محتوى، فانت محتاج كراسه تكتب فيها كل افكارك والكلام ده. انا شخصيا بعملها ديجيتال مش بعملها فيزيكال، علشان الديجيتال بيديني مساحه اكتر ان انا انظم في نفس الوقت اللي انا بكتب فيه افكار. فالمهم وفي نفس الوقت يكون معايا في كل مكان، يعني على الموبايل او على اللابتوب او ايا كان، فبحب اكتبه ديجيتال اكتر. بس المهم ان الفكره وصلت. يعني انت عايز تعمل جورنال مخصص للبيزنس بتاعك، لو انت عندك بيزنس مثلا، فتكتب بقى كل الافكار الخاصه بالبيزنس، كل تخطيطك الخاص بالبيزنس في جورنال واحد. فهي الجورنال كراسه، فانت بتوظفها بالطريقه اللي تناسب حياتك انت. واكتر نوع زي ما قلت لكم بيفيد قوي هو البوليت جورنال. فالجورنال يا اخوانا ده المعالج بتاعك النفسي. ويعني زي ما سمعت كده مقوله ان كل واحد عنده كلاكيع كده ودي مش حاجه وحشه، يعني كلنا عندنا افكار، كلنا عندنا مشاعر بنحسها، وكلنا عندنا حاجات عايزين نعبر عنها، بس مش بنلاقي المساحه ان احنا نعبر عنها. ولازم ان انت تعبر عنها. انت لو ما عبرتش عنها ممكن يجيلك حاجه، تمام بجد والله، حاجه شاغله بالك، حاجه شاغله تفكيرك. الاوفر ثينكينج والقلق والتوتر والخوف، كل ده دماغك عامل له يعني اكزاجيريشن او مكبره زياده عن اللزوم، مديله اكبر من حجمه. وانس ان انت حطيته على ورقه وقلم والدنيا واضحه قدامك اهو، والله كذا وكذا وكذا، تلاقي الموضوع ابسط مما تتخيل. هتلاقي الموضوع صغير، هتلاقي مخك يعني كبره زياده عن اللزوم. ده حرفيا يا اخوانا الثيرابي بتاعك، علاج افكارك كلها موجود في الكراسه دي. دايما اعمل ريفلكشن، دايما حط افكارك جوه، دايما راجعها علشان تعرف شخصيتك وعشان تتعرف على نفسك أكتر. فبس كده يعني، ده الفيديو بتاع النهارده. بجد اتمنى تكونوا استفدتوا. حبيت بجد ان انا يعني لازم يكون عندكم فكره عن الجورنال ده ايه، وهو مش ترند وخلاص. لا، الجورنال دي اداه علشان فعلا تعبر عن افكارك ومشاعرك وتنظمهم، ويكون موجودين بطريقه منظمه علشان تفضي الدوشه والكركبه اللي موجوده في دماغك. بس كده، فاشوفكم في فيديو تاني.